وبعدين يا منير من فضلك مالكيش دعوه بيا. ازاي ماليش دعوه بيك؟ زي ما بقولك سيب الشنطه دي، انت صحيح هتعملها؟ وعمرك ما انت شايفالي وش. كلام ايه ده يا منير؟ هو انا ماليش راي في تصرفاتك؟ امال ايه فايده الست ان ما كانش يكون لها راي في جوزها؟ اللي زيك يا ست زيزي فايدتها انها تخرب البيوت، ادي فايدتك. ممكن نتفاهم؟ بلاشك مني مراتك، نتكلم بصله الدم. انا مش بنت عمتك واللي يهمك يهمني. هي كلمه واحده اللي امرت بيه يتنفذ دلوقتي حالا، يا اما ادي شنطتي واوروفوار يا زيزي، اوروفوار للابد. وحبنا يا منير. وهو الحب يعني لازم يقطم الوسط؟ في ايه بس؟ لو تهدى لحظه وتسيب عصبيتك دي. انت فاهم يا منير ان انا اقدر اقعد يوم ما اشوفكش فيه؟ ده انت بتتاخر شويه في الوكاله ببعت لك 100 مرسال. حب؟ هو فين الحب ده يا هاني؟ يا منير يا منير، الطلبين اللي انت طالبهم دول مالكش حق فيهم ابدا. يبقى تبعدي عني وتسيبيني في حالي. هو مفيش في الدنيا غيرك؟ بيكي طيب معلش، عشان خاطري يا منير، بحبك ومش عيب ابدا. لا عيب ان انا احبك قبل الجواز، ابن خالي ومن دمي، ولا عيب بعد الجواز بقيت جوزي. بس انا خايفه عليك يا منير من الافتراء ده. افتراء؟ سلامات يا افتراء. انت وابوك اللي بتفتروا عليا، انتوا اللي زلني بالغنى والمال، لكن انا في 1000 واحده واغنى منك عايزني. انت بتتاجر بشبابك وذكائك يا منير. يوكلوني الشهد شبابي وذكائي دول، وديك بتاكله يا اخي زي اجير بالاجره. تقدري تقولي لي انا صفتي ايه في البيت ده؟ مجرد زوج ومتربع على عرش الثروه. كدابه. ده اللي حاصل يا منير. مين ماسك الوكاله؟ انت. مين متصرف في التجاره؟ انت. مين سيد على كل الموظفين دول؟ انت. الارض مين بيؤمر بزراعتها؟ مين بيبيع محاصيلها؟ انت. بابا ملوش الا بنت واحده، انا، وانت جوز البنت دي اخت باباك. يعني لما بابا يجرى له حاجه باباك هيورث، واللي هورثه يبقى ملكك. نزعله ليه وتفول عليه وتقول له اكتب املاكك لزينب بنتك؟ انا عارف كانوا سموكي زينب ليه. زينب ده اسم كله اشعاع ونور. كانوا سموكي ماريكا، جولدا. انا طبعا مسلسلاني من وسطي، مأجراني وكيل اعمال نسيبي بالمهيه. انا نعم. هتقولي لي عايش في القصر وبلبس وباكل وبركب عربيه ببلاش، هتعيريني. لو تقنعني بس يا منير، ايه الفرق ما بين الملك باسم بابا وما بين ما يبقى باسمي؟ اقول لك يا مجنونه، ابوكي ما اقدرش اقول له انا عايز 3-4 آلاف جنيه اربي بيهم ثروه لوحدي وانفرد بيهم في تجاره، لكن انت هقول لك هتبيعي ارض عمرك ما هتخالفي لي رايي. وايه لازمه التجاره اللي لوحدك اذا كنت انت سيد الموقف وسيد المال؟ اعمل فيك ايه؟ مال مين اللي انا سيده؟ هو في راجل اعمال وماله ومش قادر يتصرف؟ ده عامل لي حصار، معين الموظفين كلهم فاتر، والواد اللي اسمه ابو زيد الفلاح اللي انتم مربيينه من ساعه ما خد الشهاده وابوكي حطه بالبكالوريوس وكيل حساباته ومعاه التوكيل، بقيت انا الطرطور بيه على الفاضي. يبقى ايه لازمتي؟ مش عارف. لا انت مالكه حاجه تتصرفي فيها ولا التصرف في الماليه بايدي، بس يشوروني وياخدوا رايي. انت ما تعرفش ان الكلام ده يخلي بابا يفهم انك طمعان في حاجه؟ ليه تبقى كويس وجنتي وجوز بنته واحدته وتسبب له في العكننه؟ الطلب ده نأجله شويه يا منير. ها؟ ريري علشان خاطري نعم. الطلب التاني هتقولي فيه ايه؟ اظن مستحيل تقدري تقولي فيه انا غلطان. لا غلطان. اصوت زي الستات الم الناس؟ طيب بس وطي حسك، بابا سهران ومعاه شله من اصحابه. عايزه يسمعني. انا من حقي ان احاسبه واحجر على تصرفاته. راجل عنده اكبر وكاله في المنصوره و80 فدان في البحر الصغير، ويروح يشقر على العزبه. حكايه بنت فلاحه هناك زي القمر وقع في هواها، وبعدين يجيبها بحجه انها تخدم في البيت، وبعدين يهبط العطف الرأسمالي عليها يلبسها ويسيغها، ثم تنتهي المسألة بانها لازم تتجوزه. لازم تجيبها منين؟ وانت ازاي توافقي؟ يا سلام يا سلام يا منير، امال لو ما كناش انا وانت دقنا الحب؟ نحن في شبابنا وما قدرناش على الحب. عاوز راجل كبير زي ده، تعب في الدنيا وشقي وربى ثروه وعايش عازب مده طويله. هو يعني ما سبقلوش شاف ستات ولا بنات، لكن دي حباها يا اخي، وعلى سنة الله ورسوله عاوز يتجوز خدامة يا زينب. هنعمل له ايه كده بقى ولا يموت؟ لا يموت. لو مات يبقى ست بدل الفضايح، ويخلف منها وعقله يتلحس، وانت ما بتخلفيش. وانا بايدي ايه بس يا منير؟ حكمة ربنا يا اخي. ونبص نلاقي الثروة بقت بتاعت بنت فلاحة، جت خدامة وبقت ست القصر. فرحة تبقى ست. نعاند ارادة ربنا يا منير.
ثم هو لسه ما فتحهاش. بلاش كلام انت من فضلك، ده استسلام، هزيمة، ضعف، استكانة. وعشان كده انا واقف الوقفة دي علشان احميكي. مفيش فرصة قدامي غير دي. يكتب لك املاكه وهو حر، مش عاوز، مستحيل يتجوز البنت دي. انت ما بتبصلهاش كويس؟ شايفاها لما لبست واتسيغت؟ شايفه النظرات العميقة اللي بتأسر اي مخلوق يبصلها؟ كانت فين الحلاوة دي والجمال ده وهي فلاحة وهي خدامة؟ تطيق ازاي تعيشي مع مخلوقة فوق ما يتصور العقل من جمال؟ وطيبة كمان. طيبة؟ لسه ما شفتش غنمة بتحنوا على الديب اللي هياكلها غيرك. يا منير انت عيبك هو ده. الدنيا عندك محسوبة وعملية جمع وطرح وفلوس. ناسي ربنا، ليه ما نكونش معاه ونشحت؟ عمر اللي معاه ما ينضام يا منير. وايه اللي حاوجنا؟ اذا كان عطينا عقل نحوش بيه المصايب. مفيش مصايب. اطلع شوف بابا وهو بد وارجع له شبابه. على كل حال هو لسه ما فتحهاش. ما فتحهاش لكن ناوي ومصمم على موتي وموتك. ابدا، غصب عنه. الحب يا منير. اطلع، ده شوية الموظفين اللي عندك في الوكالة عنده فوق ومعاهم ابو زيد اللي انت بتكرهه. نفسي تعاملهم كويس علشان يحبوك. يحبوني؟ هتتفرج انا هتصرف ازاي.